السلام عليكم. كريستيانو رونالدو يفاجأ العالم ويكشف لأول مرة السبب الرئيسي لذهابه إلى السعودية، ويفاجأ المسلمين في كل أنحاء العالم بهذا الخبر السعيد. شاهد ماذا قال. ولكن قبل أن نبدأ، عطر أفواهك بذكر الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام، بعد أن تردد في وسائل الإعلام المختلفة أن اللاعب البرتغالي كريستيانو رونالدو سيتعاقد رسميا مع النصر السعودي. فقد صرح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو وأدلى بتصريحات منذ قليل للإذاعة البرتغالية وقال: لقد اخترت خصيصا أن أذهب إلى السعودية، بالرغم من أنه أتتني بعض العروض من بعض الدول الأوروبية وأمريكا واليابان، إلا أن السعودية كانت اختيار أول، ولكن ليس بسبب كرة القدم، ولكن لأسباب أخرى تتعلق بالدين الإسلامي. فأنا تأثرت كثيرا من خلال تواجدي في قطر أثناء مونديال كأس العالم، ولقد شاهدت الإسلام عن قريب من خلال متابعتي للمسلمين في قطر وماذا يفعلون. فمنذ أن تم إقصاء المنتخب البرتغالي وذهبت إلى البرتغال وأنا أفكر وأقرأ كثيرا في الدين الإسلامي وبعض الكتب المترجمة بالبرتغالية، ولقد استعنت بأحد أصدقاء المسلمين وجعلته يكلمني كثيرا عن الدين الإسلامي، وهذا الذي جعلني أفكر كثيرا في الذهاب للسعودية لأنها عاصمة الإسلام وفيها الأراضي المقدسة. وسأله مذيع البرنامج: هل من الممكن أن تعتنق الدين الإسلامي؟ فرد وقال: أنا أفكر بعمق في الدين الإسلامي، ولقد رأيت فيه أشياء جميلة جدا لم أشاهدها في الدين المسيحي وفي جميع الأديان الأخرى، فهو الدين الوحيد الذي يمنع شرب الخمر وأكل لحم الخنزير والزنا وأشياء أخرى. فأنا كريستيانو لا أشرب الكحول أبدا، لأن الكحول كان سبب في وفاة والدي، لذلك لم أشربه أبدا في حياتي. فدائما الدول الغربية تشوه الدين الإسلامي بالشائعات الكاذبة بأنهم إرهابيين متطرفون، وأقول للغرب: أنتم كاذبون، والإسلام دائما على حق، وأنتم من يشوهون الدين الإسلامي وتروجون لثقافتكم الشاذة وتحاولون نشر هذه الأفكار الشاذة لدعم المثليين في الدول العربية والإسلامية. ولكن قريبا سوف تسمعون أن كريستيانو رونالدو من الممكن أن يعتنق الدين الإسلامي. وفي النهاية عزيزي المشاهد، هل ترى من الممكن أن يعتنق النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الإسلام خلال تواجده في السعودية؟ شاركونا بآرائكم في خانة التعليقات، وفي النهاية لا تنسى الإعجاب بهذا الفيديو والاشتراك في القناة ليصلكم كل ما هو جديد.